السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من تعالوا نفهم عربيات، وبنتكلم النهاردة عن أهمية تغيير زيت الفرامل في العربية. زيت الفرامل زيه زي أي ليكويد جوه العربية ليه مدة صلاحية. بعد مدة الصلاحية دي لازم يتغير، ما يتزودش، يتغير بالكامل. معظم مصنعين السيارات قالوا إن دورة زيت الفرامل بتتغير عند 2 أو 40,000 كيلومتر، وفي بعض زيوت الفرامل فائقة الأداء بتتغير عند 3 سنين أو 60,000 كيلومتر. اللي بيحكمنا فيها إيه؟ الكتالوج. ترجع لكتالوج عربيتك وتعرف. طب لو أنت ما معكش كتالوج تخليك في السيف سايد وتغيرها عن 2 أو 40,000 كيلومتر أي مرة. واحد يقول لي طب أنا بعمل 40,000 كيلو في سنة. هو في أهم من حياتك؟ هو في أهم من روحك؟ ما تغير زيت الفرامل. زيت الفرامل كله العبوة دايما بتبقى رخيصة. وبيتغير ازاي؟ بتروح عند اي ميكانيكي وبتفتح الماستر بتاع الفرامل، بتفك الاربع مساطر، بيبقى ليه طبه بيفتحوا وبتنزل منهم الزيت القديم، ويتاكد ان الزيت اللي في الخزنه نزل هو كمان، والدوره نطفت بالكامل، وتبدا تحط زيت فرامل جديد مناسب لدرجه الغليان المناسبه لدرجه عربيتك. زيت الفرامل بيوصل لدرجه غليان عند درجه حراره معينه، اللي هي درجه الاحتكاك بتاعت تيل الفرامل بالطنبوره او بالديسكات. طيب النهارده ليه اغيره؟ لان هو بيوصل لدرجه من الاجهاد عليه ان هو لازم يتغير، لان هو دايما زيت الفرامل ماص بشده للرطوبه من الجو، ويتاثر بشده بالعوامل الجويه. واحد اسباب تلف زيت الفرامل ان انت تفتح الخزنه بتاعت زيت الفرامل وتسيب الخزنه دي مفتوحه، او يكون في تسريب هواء، دوت بيمتص رطوبه من الجو ويؤدي لتلف زيت الفرامل. درجه الغليان بتتحدد بعلامات المصنعين بيكتبوها دوت 3 دوت 4 دوت 5 دوت 5.1 في درجات. نرجع للكتالوج. هتقولي طب انا معيش كتالوج. لازم تدور على الكتالوج، لازم ترجع لمصنع اونلاين وتعرف بتستخدم انهي زيت فرامل. معظم مصنعين الزيوت العالميه، مثلا الشركات العالميه، بيحط على الويب سايت بتاعها نوع عربيتك، تقول لك مثلا انها بتستخدم مثلا لزوجة موتور كذا 35 45، وزيت مثلا فتيس مثلا اي تي اف كذا، وزيت فرامل كذا، وزيت باور كذا. ارجع وشوف الزيت المناسب للفرامل بتاعتك. لما بنجيب عربيه مثلا في مصر عدت عليها 10 سنين، من الحالات اللي بشوفها كتير قوي ان تلاقي الماستر بايج مصدي. عارف مصدي ليه؟ لان هو امتص رطوبه من الجو، ودخلت الرطوبه دي في دوره المساطر العموميه وصدت. الفرامل بتحجر، ما بتقفش كويس. وده نتيجه لايه؟ نتيجه ان انت بيقول لك ايه ده زيت الفرامل نقص زوده. زيت الفرامل يا جماعه لازم يتغير، زيه زي ميه التبريد، بتتغير مش بتتزود. لازم تفتح الاربع مساطر، تنزل الزيت اللي فيه ده كله، وبعد ما فضينا من الخزنه شفطنا كل اللي في الخزنه اللي فوق اللي بتبقى في حوض العربيه، ونيجي بعد كده نقفل ونبدا نزود الزيت. وتلاقي الميكانيكي بياخد حاجه اسمها ياخد الهواء اللي هو بتاع، يقعد يدوس على الدواسه ويقول لك كارك كده ودوس فرامل لحد ما يفضل الهواء من الاربع مساطر، ويقفل الطوبه بتاعته، وتتاكد ان العربيه بتاعتك الفرامل بتاعتها بقت تمام. وتكتب عندك في الاجنده ان تم تغيير زيت الفرامل السنه دي مثلا او في شهر كذا. بعد 2 او 40,000 كيلو ايهما اقرب لازم تغير زيت الفرامل تاني. ونراعي كتالوج زي ما قلنا. ليه بنشوف لما نشتري ماستر استيراد مثلا، ماستر عمومي او ماستر فرعي، تلاقي الماستر زي الفل جديد ما فيهوش اي مشاكل؟ ان هم بيغيروا الزيت في مواعيده، ما فيهوش رطوبه. عندنا اب 5 6 سنين وتلاقي يقول لك احنا هعمل عمره فرامل. ليه يا عم هتعمل عمره فرامل؟ اصل الماستر باظ، اصله مصدي، اصل فيه هواء. طب وليه؟ ما عشان انت ما غيرتش زيت الفرامل. فرجاء نغير زيت الفرامل كل 2 أو 40,000 كيلو. يا رب أكون قدرت أفيدكم، وأشوفكم في حلقة جديدة من تعالوا نفهم عربيات مع كريم منير ونايل موتورز. شكرا لكم، السلام عليكم.